آخر كدبة. إسماعيل ياسين بيقوم بدورين في الفيلم، دور أرنب صاحب فريد الأطرش ودور جميلة هانم شمع العسل عمته، فعشان كده ما كانش ينفع يظهروا هما الاتنين على الشاشة في نفس الوقت، وكانوا بيكتفوا إن كل شخصية تظهر لوحدها في الكادر في أغلب المشاهد. مرة جميلة عمته تظهر لوحدها، واللقطة اللي بعدها أرنب من غيرها في الكادر التاني، وما ظهروش هما الاتنين في نفس الكادر طول الفيلم إلا في مشهد واحد في آخر الفيلم. ولأن الشخصيتين بيأديهم نفس الشخص استخدموا دوبليرين. في اللقطة دي دوبلير عمته من ظهرها، وهنا ما ظهرش ملامح الدوبلير. ولقطة تانية وهم بيسلموا على بعض، وهنا ظهر دوبلير إسماعيل ياسين اللي كان بديل ليه وهو عامل أرنب ابن أخوها. Gremlins. بتلاقي إن في واحد من الوحوش مستخبي جوه شجرة الكريسماس وبيهجم عليها. أثناء ما بيهجم عليها والشجرة بتقع عليها، بيبان واحد من الكرو وهو بيزق الشجرة عليها. حنفي الأبهة، واللي خد باله من الخطأ ده وبعته فاروق الفيشاوي اللي بيقوم بدور الضابط في الفيلم. بيروح بيت عادل إمام وبيطلع لأخوه، بس عشان عادل إمام لسه عامل فيه حركة قبلها فما بقاش واثق فيه، فكلبشه في درابزين السلم وطلع هو لوحده. بس فاروق الفيشاوي بيغلط ويفك الناحية اللي في إيد عادل إمام بدل ما يفك الناحية اللي في إيده هو ويقفل بيها على الدرابزين، وبتبقى باينة بشكل واضح لدرجة إنهم ما بيكملوش اللقطة وبيقطعوا عليها في المونتاج. والمشهد بيكمل من الكاميرا دي، والكلبش المرة دي مربوط على إيد عادل إمام في الناحية بتاعته، والناحية التانية هي اللي مفكوكة زي ما مفروض يحصل. ميونخ. قرب نهاية الفيلم أفنر وستيف كانوا بيحاولوا يصطادوا سلامة، وهم وراقدين في الذرة بنلاقي الواد ده كان معدي من جنب البيسين، بس في اللقطة اللي بعدها باين إنه بعد عن البيسين بحبة حلوين، وإحنا بنشوف البيسين ورا في الخلفية. بس لما بيصطادوه الواد بيقع في البيسين. إزاي؟ ما تعرفش. يا دنيا يا غرامي. إلهام شاهين كانت مقدمة في مسابقة وكسبتها. الشركة بعتت على عنوانها مذيعة ومصور تلفزيوني عشان يصوروها وهم بيبلغوها بإنها فازت في المسابقة. الأم بتبقى مخضوضة ومش فاهمة اللي بيحصل، وبتبص في التلفزيون بتشوف نفسها وتقول أنا دي؟ بس اللي بيظهر في التلفزيون إنها بصة في الكاميرا بدل ما تكون بصة بالجنب على التلفزيون. المفروض كانت تبقى كده، لكن اللي بيحصل إنها بتبص في الكاميرا بدل التلفزيون، وكأن التلفزيون في كاميرا أمامية زي التليفون. سليبي هولو. كريستوفر ووكن بيلعب دور هاشن هورسمان، قاتل متعطش للدماء سنانه حادة. طبعاً مش هيسنوا له سنانه بجد عشان يمثل الفيلم، فبيصبغوا أجزاء من سنانه باللون الأسود عشان تحاكي الفراغات اللي بين الأسنان المدببة. بس في اللقطة دي بتبان سنانه الحقيقية بوضوح. سمارة اتقتلت في آخر الفيلم، بيشيلها على دراعاته وبيمشي بيها في الممر ده في لقطة حزينة بينتهي عليها الفيلم. اتقتلت يعني ميتة، مش كده؟ أمال ليه هي هنا بترفع راسها؟ I love you فيليب موريس. أحداث الفيلم بتدور في التسعينات. مشهد هروب جيم كاري من السجن بتظهر الشاشة بتاعت كاميرا المراقبة وفيها التاريخ بطبيعة الحال، بس التاريخ اللي بيظهر على الشاشة هو 25 مايو 2008، وهي السنة اللي اتصور فيها الفيلم في الحقيقة مش التسعينات. الهاربة. الشخصية اللي بتقوم بيها شادية بتدخل أوضة نومها وتاخد قرص منوم وبتستلقي على السرير. إيه ده؟ دي نامت على طول كده؟ المنوم بياخد وقت على ما يشتغل، ده انتي لو واخدة نفتالين مش هيعمل كده. المهم، الشخصية بتاعت شكري سرحان سكرانة، وبيدخل نفس الأوضة اللي نايمة فيها الشخصية اللي بتقوم بيها شادية، كل ده وهي ما صحيتش على أساس إنها واخدة بنج مش منوم. Weapons.
في أول الفيلم بنشوف المشهد ده من البرسبكتيف بتاعة المدرسة وهي قاعدة في البار والضابط بيدخل عليها. وبعدين بنشوف نفس المشهد في نص الفيلم بس من البرسبكتيف بتاعة الضابط وهو بيدخل عليها. لكن لما بنشغلهم مع بعض بنلاقيهم بيختلفوا. في اللقطة اللي تحت على سبيل المثال الضابط بيفتح الباب وبيدخل بشكل أسرع والبنت بتقوم وتروح عليه، واللقطة اللي فوق لسه بتقوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا أخطاء أفلام تانية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.